السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وآخر تصريحات دكتور طارق شوقي وما يحدث في التعليم سواء أولى أو تانية أو تالتة ثانوي. أول حاجة دكتور طارق شوقي قالها نصيحة لأبنائه في المرحلة الثانوية أو الصف الثالث الثانوي: جميع امتحانات المرحلة الثانوية بنظام الأسئلة الجديد الذي يقيس درجة استيعاب مخرجات التعلم، وأرجو من الطلاب التحضير لهذا عن طريق كافة المصادر المتاحة لهم وعدم الالتفات إلى أي جدل آخر. وده طبعا بيؤكد برضو إن مفيش أي أسئلة محفوظة، أي أسئلة نموذجية، إجابات نموذجية والكلام ده كله. وبيؤكد لنا حاجة كمان: الامتحانات هتبقى إلكترونية إن شاء الله في المدرسة، مفيش اي دخل لمجلس النواب، وهنعرف دلوقتي ليه، لانه صرح بالشأن ده. يبقى الاسئله هتكون بالنظام الجديد وعلى التابلت بشكل الكتروني. اما بالنسبه للصف الاول والثاني الثانوي، قال الامتحانات الشهريه الاولى والثانيه ثانوي ورقيه بنظام الاسئله الجديد في المدرسه في امتحانات مجمعه في 3 ايام، والثانويه العامه الكترونيا بنظام الاسئله الجديد. بيأكد تاني في شهر يوليو القادم، في شهر 7 ان شاء الله. كده عرفنا ميعاد امتحان الثانويه العامه في شهر 7 ان شاء الله. هيكون امتحاناتكم الكترونيه من المدرسه وبنظام الاسئله الجديد. طيب، الدكتور ترشوي اضاف حاجه كمان مهمه جدا، قال لك ان تحديد ماذا كان الامتحان او ما اذا كان الامتحان ورقي او شفوي او بحثي او الكتروني، وكذلك طبيعه الاسئله، من سلطه الوزير المختص. بمعنى ان مفيش اي جهه تانية مسؤوله عن شكل الامتحان، لا وزاره ولا مجلس الشعب ولا اي حاجه تانية. هي وزير التربيه والتعليم هو المسؤول الوحيد عن وضع شكل الاسئله وطريقه التقييم وطبيعه الاسئله والكلام ده كله. لكن مجلس النواب ملوش علاقه بقانون التعليم الجديد، يعني هو بس بيناقش وبيقترح فقط، لكن السلطه فقط في ايد الدكتور طارق شوقي، هو اللي يتخذ القرارات. تمام. حاجه كمان، ان السلطه برضو في ايد رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه، ان طبعا لو حصل تعطيل او حاجه او مش عارف ايه، لو اي حد فيهم وصى بفعل اي شيء لازم يتم تنفيذه. ده كان كل شيء في الفيديو ده. اتمنى كل حاجه تكون واضحه. لو عندك اي سؤال او استفسار طبعا سيبها لنا في الكومنتس ان شاء الله ونرد عليك. وكمان ما تنساش انك تدوس سبسكرايب وتشترك عشان تتابع كل جديد، تضغط زر اللايك تقديرا ودعما. نشوفكم في فيديوز جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.